الاتحاد العام التونسي للشغل يأتي كما قال منظموه ردا على ما وصفوه بمماطلة السلطات في إجراء حوار جدي مع الأساتذة. مصادر نقابية قريبة من منظم الإضراب أعلنت نسبة عالية من النجاح تجاوزت 80%. وأكدت المصادر أن هذا التجاوب مع الإضراب يعود إلى ما حظيت به هذه الحركة الاحتجاجية من إجماع ومساندة من جانب رجال التعليم والنقابات، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي في هذا الشأن. ويتضمن ملف مطالب المضربين عدة نقاط من أبرزها إشراك المدرسين في صياغة البرامج التربوية، خفض سن التقاعد التي تسعى الحكومة إلى رفعها، زيادة الرواتب وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، وتحسين شروط الترقية والحراك في السلم الوظيفي، وإعادة الأساتذة المطرودين لأسباب نقابية إلى وظائفهم. ويقول المضربون إن السلطات لم تعر حتى الآن آذانا صاغية لمطالبهم ولم تأخذها بعين الاعتبار. وفي ظل غياب حوار اجتماعي بين الطرفين، فإن من المؤكد أن هذه المطالب لن تجد طريقها إلى التحقيق ولو في حدها الأدنى حسب ما يقول المضربون، وهو ما يعني إطالة عمر الأزمة في واحد من أهم القطاعات حيوية في البلاد. معنا من تونس محمد الحامدي عضو المكتب التنفيذي لنقابة التعليم الثانوي. سيد الحامدي، سبب الوصول إلى مرحلة الإضراب هل هو عدم وجود حوار مع الوزارة أم وصول الحوار إلى طريق مسدود؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. بعد تحية مشاهدي قناة الجزيرة، شكرا لقناتكم لإتاحة الفرصة لنا لإنارة الرأي العام. سبب الوصول للإضراب هو التالي: أولا عدم استجابة وزارتي الإشراف، وزارة التربية ووزارة الرياضة، إلى مطالب المدرسين، وهي مطالب معقولة متزنة وليس فيها ما يعجز الوزارتين ولا ما يمكن أن يعد شططا أو مغالاة من قبلنا كنقابة عامة أو من قبل منظورين من المدرسين. ثانيا، ما يسوغ الإضراب أيضا هو تنكر الوزارتين لمجرد مبدأ التفاوض، وذلك بإحدى صيغتين: الصيغة الأولى المماطلة والتسويف وإرجاء الإجابات إلى أجال غير مسمات، وتحويل جلسات التفاوض إلى جلسات أو مجرد جلسات استماع، حيث الوفد الوزاري المقابل لنا هو وفد غير مفوض بشيء وعاجز بتصريحه هو نفسه عن إبرام أو نقض أي أمر دون الرجوع إلى جهات عليا غير محددة في أغلب الأحيان. طبعا ونحن لا نحسب تفاوضا كهذا إلا عبثا وهدرا للجهد إلى غير. نعم. الصيغة الثانية هي الإقدام على إجراءات أحادية في المواضيع التي هي محل تفاوض، وهو أمر خطير. لماذا؟ نعم. لأنه يهدد بنسف حق الأجراء في المفاوضة الجماعية وحق هياكلهم النقابية المنتخبة من تمثيلهم، ويخضع هؤلاء الأجراء يعني ومنهم منظورين من المدرسين. سيد الحامدي، أنت الآن تشرح منطق الهبات. سيد الحامدي، عفوا، أنت الآن تشرح السبب والمطالب، لكن الآن الإضراب نفذ كما تقولون بنسبة 85% المشاركة. ماذا بعد الإضراب؟ ماذا بعد الإضراب؟ فعلا هو الإضراب نفذ ونجح بنسبة يعني غير مسبوقة ربما خلال العشرية الفارطة، ونسبة ربما فاجأتنا نحن أيضا كهيئة نقابية مفاجأة سارة. ماذا بعد الإضراب؟ نرجو أن هذا الإضراب وهذه الحركة التي عبر فيها آلاف المدرسين عن استيائهم، أرجو أنها تكون دفعت الوزارة إلى تجاوز هذا الاستغراب العقيم الذي أبدته وبحثت عن الأسباب. ونرجو أن تكون الوزارة قد فكت أو قد انكفت عن تعانيها وتجاهلها المتعمد لمطالب الأساتذة. وبالنسبة لنا كنقابة عامة وكهياكل نقابية قطاعية أيدينا ممدودة للتفاوض، ونقول جيدة للتفاوض. نعم. ليس الحوار الذي يصبح كأنه غير. إذا عاد الحوار سيد الحامدي، إذا عاد الحوار، نعم. إذا عاد الحوار على شاكلة الحوار السابق الذي سبق هذا الإضراب، هل الخطوة التالية يمكن أن تكون تصعيدية إلى حد إضراب مفتوح مثلا، أم أن هذا هو الحد الأقصى للتحرك؟ نحن في كل الحالات لن نقبل جلسات استماع لمجرد الاستماع، ولن نقبل هذا المسمى الغير محدد الحوار.
نحن نريد تفاوض جاد ومسؤول مثقف بأجل وينتهي إلى محاضر جلسات ومحاضر اتفاقات، أو فعلا سنتصدى كهيئة نقابية وكمدرسين للدفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الوسائل النضالية القانونية المتاحة لنا. هذه حقوق مشروعة، هذه قضية عادلة، نحن نعتقد أنها عادلة ويعني عدالتها نافعة. نعم. تدل على ذلك قدرتها على تعبير. شكرا. ونحن لن نتخلى طبعا عن مطالبنا المادية والاعتبارية، سواء المتعلقة بوضعنا المالي المهترئ والمتآكل، سواء المتعلقة بظروف اتضحت الفكرة. سيد محمد الحامدي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة التعليم الثانوي، حدثتنا من تونس.